عارف الموقف اللي بيضايقك ويزعلك وتفضل دماغك تعيده طول الوقت وتلاقي 100 رد أحسن من اللي قلته وعملته، وتقول لنفسك هو أنا ليه ما قلتش كده؟ ولا دماغك لما تستلمك أول ما تصحى وتلاقي الحاجات اللي ضايقتك أول أفكار بتفكرك بيها وتزعل من أول اليوم؟ هل دماغك عدوك ولا مش حابة راحتك؟ في الفيديو ده هنعرف ليه مخنا دايما بيألف في الحاجات اللي بتوجعنا وتزعلنا، وإزاي نوقف سير الأفكار السلبية دي ونخليه في صالحنا بالتطبيق العملي مش مجرد كلام نظري وخلاص. في منطقتين في مخنا مسؤولين عن تخزين الذكريات. المنطقة الأولى هي اللوزة الدماغية أو الإميجدالا، ودي مسؤولة عن تخزين الأحاسيس القوية زي الحزن، الفرح، الوجع. المنطقة التانية هي القشرة الحسية أو السنسوري كورتكس، ودي بتخزن التفاصيل، صوت، صورة، ريحة أو أغنية مرتبطة بالذكرى. وعلشان كده هتلاقي نفسك ممكن ريحة أو أغنية أو صورة رجعتك لذكرى معينة. ليه بقى مخنا بيميل إنه يفكرنا باللي وجعنا أكتر من اللي فرحنا؟ السبب الأول إن دماغنا مبرمج على الحماية. السعادة بالنسبة له بتساوي أمان، وبالتالي مفيش ضرورة لتكرارها. أما الألم والوجع يساوي تهديد، وبالتالي الدماغ بتسجل ده بقوة وبتحاول تحميك منه. عشان كده مشاعر الضيق والزعل والإحراج اللي حسيتها في موقف ما، عقلك بيحاول يعيدها عشان يديك فرصة تانية تغير النهاية اللي ما كانتش عاجباك بشكل تاني يحسسك بالانتصار. بس للأسف إحنا بنقعد نعيد الموقف، وبدل ما نستفيد من الفرصة اللي دماغنا اديتها لنا نجلد ذاتنا ونحسسها بالفشل والتقصير، وتقلب القصة بشكل أسوأ وتأثير سلبي أعمق. استنى معايا دقيقة واحدة وهقولك إزاي نحول الموقف السلبي لنقطة إيجابية ونقفل بيها الفكرة السلبية دي للأبد. السبب التاني إن المشاعر اللي ما خرجتش بتفضل عايشة. كتير مننا فاكر إن الوقت بيعالج كل حاجة، بس الحقيقة الوقت بيعالج الحاجات اللي اتفهمت واتعالجت، لكن المشاعر اللي اتكتمت واتحبست بتدور على أي فرصة عشان تطلع، فتظهر على شكل ذكريات بتطاردك طول ما أنت بتفكر وماشي في يومك. السبب الثالث هي العودة للمألوف، ودي من أصعب الأسباب. أوقات كتير جدا اللي وجعك هو نفسه اللي أنت اتعودت عليه. لو كان الناس اللي جرحوك عايشين معاك مدة طويلة بتكون اتعودت على أسلوبهم وطبعهم السيء، لدرجة إن عقلك ممكن يسجل إن هو ده الوضع الطبيعي. فحتى بعد ما بتسيبهم بتلاقي جزء منك بيرجع يفكر فيهم، مش لأنه مفتقدهم لكن لأنه اعتاد عليهم. المفاجأة بقى إن تفكيرك في الوجع وعلامة من علامات الشفاء، إن عقلك بيقولك أنا جاهز أواجه وأفهم وأقفل الصفحة القديمة دي. عايزين نتعلم إزاي نساعد عقلنا يخرج الأفكار السلبية والذكريات المؤلمة دي. أولاً اكتب إيه اللي حصل من غير تجميل. الأفكار اللي في دماغك لما تنزل على الورق دماغك بيبدأ يفضى ويتخلص من كل الأفكار السلبية. اكتب إيه اللي وجعك، حسيت بإيه بالظبط، إيه اللي اتعلمته. مش لازم تعبر بشكل مثالي، اكتب حتى لو كان الكلام مش مترتب، المهم فضي اللي جوه دماغك. تاني حاجة اسأل السؤال اللي عمر عقلك ما سأله، إيه الجزء اللي جوايا اللي بيحاول يتشاف من خلال الذكرى دي؟ يمكن وجعك الحقيقي كان نقص تقدير أو احتياجك لأمان مثلا. وقت ما تكتشف الجذر الحقيقي للوجع قوة الذكرى بتقل بنسبة 70%، لأن عقلك فهم الرسالة أخيراً. تالت حاجة اعمل إعادة ربط. كل مرة الذكرى ترجع بدل ما تسيبها تسحبك اربطها في فكرة جديدة. فمثلا لو جالك فكرة كان ممكن تكون أفضل في النقطة دي، اربطها بس أنا اتعلمت. تلاقي فكرة ضاعت منك سنين وعدت، اربطها بس خرجت بوعي أحسن. ده بيسموه في علم النفس إعادة تشكيل معرفي. رابع حاجة اتلكك عشان تفرح. أيوة، اتلكك عشان تفرح. أي فرصة للفرح والسعادة عيشها، اربطها بتفاصيل تانية زي مكان، ريحة، لبس معين، حاجة أول ما تشوفها تفكرك بالذكرى السعيدة دي. كده انت شغلت مراكز أكتر في الدماغ، وبالتالي سرعة تذكرك للمشهد السعيد ديت هتبقى أسرع بكتير. خامس حاجة املى يومك. لو يومك ما فيهوش جديد العقل بيرجع للقديم. حط أي نشاط جديد عشان يغير كمية العقل اليومية، حتى لو تمشية خفيفة، حاجة هتتعلمها جديدة، خروجة مع أصحابك، أي حاجة تكسر الفراغ. سادس حاجة هنقطع ميراث الذكريات السلبية لمدة 3 أسابيع. أي صورة أو أغنية أو هدية أو مكان بيفكرك بشخص أو ذكرى بتألمك ابعد عنه. ده بيساعد المخ يقلل الارتباط العصبي القديم ويبني روابط جديدة بذكريات تانية جديدة. نيجي بقى لأهم طريقة لتحويل الذكرى السلبية لنقطة إيجابية، وهي استخدام تمرين إعادة النهاية قبل النوم. هنغمض عينينا ونفتكر الحدث اللي وجعنا،
وهنقفله قفلة أقوى وأحسن من اللي كانت تعبانة. العقل ما بيعرفش يفرق ما بين الخيال والتجربة الكاملة. بعد كام يوم الوجع بيخف لأن ذاكرة إحساسك بدأت تقفل بطريقة عجبتك عن اللي حصلت زمان. اعرف إن كل مرة عقلك بيفكرك بموقف ده بيبقى تنبيه إن أنت لازم تاخد خطوة تعالج فيها الموقف ده، مش تتجاهله. لو عجبك الفيديو ادعمني بلايك واكتب لي رأيك في التعليقات، وانضم لقناتنا عشان تكون النسخة الأفضل من نفسك. دمتم في رعاية الله.